السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلبة سنة أولى، المأنتخين، المرحرحين، اللي فاهمين لسه الثانوية العامة زي ما الفلسفة زي ما هي لسه مادة من 20 زي ما لهم السنة اللي فاتت 3-4 حصص هتخلصوها. والله 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 الفلسفة بقت من 60 مادة، من 60 منهج أولى وتانية وحتة من تالتة. يعني يا ابن عمي لو ما ذاكرتش وركزت فيه، ويا بنتي لو ما ركزتش فيها، هتشيلوا المادة من أولها كده، مش هينفع. احنا عندنا مادة من 60 مش مادة من 20، فنركز كده فيها يا حبيبي. وعندك امتحان كل شهر، وامتحان دوت عليه درجات أعمال سنة. احنا عامة يا عم الحاج عامل لك كده مراجعة كده صغيرة كده، هنفكرك بس ليس إلا بالحاجات اللي شرحها لك في السنتر، ونضربك على حل أسئلة تانية. ماشي يا معلم؟ وقبل ما تقول أي حاجة الله يبارك لك ونتكلم في أي حاجة الله يخليك، تتفرج على الفيديو وأنت مركز. بلاش بقى شرب الشاي، بلاش شرب القهوه، بلاش كل شويه نقوم عشان خاطر مش فاهم نعمل ايه ونفصل الفيديو. لا معلش، اقعد كده يا اختي، اقعدي كده وركزي كده يا اختي شويه واستنوا. بصوا انا جبتك اهو. بص، مرحرحين، مأنتخين، تيمون وشفيقه، هنقعد نشرح معاهم ونشرح لسيادتك، فتركز في اللي هنقول يا معلم عشان تفهم نتكلم فيه. احنا عمال اديك افكار سريعه على المنهج، على الجزء اللي خدناه في شهر اكتوبر بازاي ندرب على حل اسئله. ومفيش حاجه اسمها سؤال بيتحل بالسنس، انسى، بالاحساس، انسى السكه بتاعكوا ديت. احنا بنحل بالخبره، كل سؤال هتلاقي ليه مفتاح اجابه، هنعلمك ازاي تحله. المهم تبقى مركز معانا. وانسى بقى اللي هتقال لك قبل كده ان الثانويه مش فيها مذاكره، انك دوت بتعلم تك 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 تك. ما ينفعش يا حبيبي، لازم الاول تبقى انت مذاكر وعارف على الاقل عناوين الموضوعات اللي عندك، وعارف فكره عامه عن الشرح بتاعها، وامثله امثله امثله. اهم حاجه انا عملت كل ده فلزمت المراجعه بتاعت سيادتك. ماشي يا معلم؟ يلا بينا كده على طول بقى عشان نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. بص يا غالي، تعالى الاول هنتكلم الاول على التفكير الانساني اللي هو البدايه خالص. وقبل ما اقول لك ازاي هو التفكير وبيحصل امتى وبتاع، ثانيه الا ثانيه بس 3-4 كده معلومات صغيره يا صاحبي على التفكير. حلو؟ بص يا باشا، اول حاجه لازم تعرفها عن التفكير يا معلم، ان التفكير ده يا باشا اولا هو هبه عظمى من ربنا عز وجل. يعني ايه هبه بقى يا عم الحاج؟ هو هديه من ربنا عز وجل لسيادتك، هو ميزه ربنا عز وجل اداها لك، واللي ما يحتاجش بقى معلم الميزه دي ويستخدم الميزه ديت ربنا هيحاسبه. فدي هبه وهديه وميزه من ربنا عز وجل للانسان. بس خد بالك كمان التفكير محدش يعلمك ازاي تفكر. التفكير زي ما بيحصل كده من غير ما حد يعلمه لك. انا ممكن اعلمك ازاي تفكر تفكير خرافي ديني فلسفي، انما ازاي تفكر بصفه عامه لا، مش هعلمه لك. طب ليه يا عم مش هتعلمه لك؟ هو قال لك كده والمصحف في المنهج ان التفكير بتاعك تلقائي دائم التطور. تلقائي يعني ايه يا باشا؟ فطري. فطري. العيل الصغير بيتولد بيفكر، البدائي زمان كان بيفكر، محدش علمه ازاي يفكر. فتفكيرنا بيحصل تلقائي، تفكيرنا بيحصل بصوره فطريه، وطول ما انت عايش بتتطور. وعشان اثبت لك ان الانسان ربنا اداله ميزه بالتفكير يا معلم، قال لك ايه الفلاسفه؟ قالوا ان الانسان ماله يا معلم؟ مفكر. دليل تاني ان احنا بس اللي بنفكر، احنا بس اللي عملنا حضاره، احنا بس بدأنا حضاره من زمان. قلت لك عليها حتى مثال عند سيادتك، احنا عشنا الاول انسان بدائي، حياه الرعي والتنقل والترحال من مكان لمكان. قعدنا فكرنا يا ده افضل عايش كده؟ لا، طب ما نيجي نقعد كده في حته ونبتدي نتعلم الزراعه بتفكيرنا. اهتدينا للزراعه، ما سكتناش. من الزراعه تقدمنا للصناعه، ما سكتناش. تفكير، عبقريه، ذكاء انسان، لحد ما وصلنا للعصر اللي احنا فيه ده يا بابا. العصر ايه يا معلم؟ التكنولوجيا. خد عندك بقى الانترنت، التليفون المحمول اللي احنا بنتكلم عنه، الاقمار الصناعيه، الانساله، كل ده دليل الانسان هو بس اللي بيفكر. مستك محدش هيعلمه لك، هو فطري، احنا طول ما احنا عايشين بنفكر. حلو كده؟ تمام. بس السؤال بقى يا عم شريف، طب يعني ايه تفكير؟ وازاي بيحصل التفكير وليه بنفكر؟ تعال اقول لك ازاي بيحصل التفكير. بص يا باشا، اللي حصل كالاتي، كان بيجي لي يوماتي. ركزوا ركزوا ما تهزروش. ايوه، على فكره قلت لكم ده مين؟ ده تيمور وده شفيقه. ده نموذج لطلب الثانويه العامه. بصوا واقفين مالهمش دعوه بحاجه، احنا نتعب ويطلع عنا كمدرسين بنشرح وانتوا قاعدين كده مرحرحين، ولو زعلنا لحد فيك تزعل وتتقمص مننا. ركزوا ركزي. بص يا باشا، هو المنهج قال لك ايه في التفكير؟ قال لك لما اتكلم على التفكير بتكلم على مجموعه العمليات العقليه الراقيه. طب ليه ما قالش عمليه بقى؟
التفكير مش عمليه واحده يا معلم، لا 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 لا. عشان تفكر بتعمل عمليه واثنين وثلاثه واربعه. طب ازاي الاول يا عم شريف؟ تعال اقول لك ازاي. بص يا باشا، عمليات عقليه راقيه، البني ادم مننا بيتحط في مشكله معينه، اي مشكله بقى بنسميها في العلم مثير بيثير انتباهك، حاجه لفتت انتباه سيادتك. طبيعي لما يكون في حاجه تلفت انتباهك ومشكله تعرض ليها، الحواس تستقبلها، ايا كانت بقى الحاسه، حاسه السمع، البصر، الشم، التذوق. يعني شفت مثلا سؤال في الامتحان، حاسه البصر استقبلته. سمعت عن مشكله حد بيحكيها لك، السمع استقبلته. شميت وانت قاعد كده في الفصل ريحه يمعلق بها الا ربنا، حاسه الشم استقبلته، فالحواس استقبلت. وبعد كده تنقلها فين يا معلم؟ للمخ. لما المثير او المشكله تخش المخ، يبتدي المخ يشتغل، ينشط. يبتدي المخ لما ينشط ويشتغل يعمل لك شويه انشطه ذهنيه بس غير مرئيه. يعني ايه يا عم شريف؟ يعني انت قاعد في امتحانك، قريت السؤال وقعدت كده ركزت في السؤال انتباه، عشان تحاول تفهم السؤال بيقول لك ايه، ادراك. وتبقى يجيب من اللي في دماغك، السؤال ده مر عليا اخوه قبل كده او حاجه شبهه، خدتها في امتحان قبل كده المستر قالها، تذكر. لغايه ما في الاخر تستنتج، تعمل استدلال، تستنتج الاجابه بتاعت سيادتك. احنا ماشيينها كده يا معلم، دي اسمها انشطه ذهنيه غير مرئيه. ودي بقى يا معلم نقدر نسميها ايه يا باشا؟ العمليات العقليه دي بقى، ده اللي نقدر نسميه التفكير. الانشطه الذهنيه غير المرئيه ديت، انت هو كده انا بفكر، مش بعملكش عمليه واحده بقى، المجموعه عمليات عقليه راقيه الانسان بيقوم بيها. ليه يا عم شريف؟ عايز بقى تحل مشكله معينه وقعت فيها زي ما قلت لك، عايز تفسر موقف جوه اتحطيت فيه، عايز تواجه ظروف حياتك بصفه عامه. ما هي دي يا حبيبي الحالات اللي بنعتبرها مشاكل، واللي سيادتك مطلوب ان انت تحلها. عشان تحل مشكله بتفكر، عملت انشطه ذهنيه غير مرئيه. وانا خد بالك بقى، ممكن يقول لك في سؤال مقالي، طب هات انت من عندك تعريف للتفكير. ده تعريف كتاب مدرستك اللي عندك. قلت لك انا تعريف تاني ليه يا معلم؟ قلت لك احنا بنتكلم في عمليه ذهنيه، ما العقل بيشتغل، انا برسم بيها خريطه العمل بتاعتي. ما كل واحد ليه خريطه، ما انا وانت وعلي ومحمد وتيمور وشويه بنتعرض لنفس السؤال، بقى على حسب ما يفهمه ويستنتجه يوصل الاجابه ليه. بقى لك عمليه ذهنيه بنرسم بيها خريطه العمل عشان اوصل لهدف معين. ايه هدفي؟ احل مشكلتي زي ما قلت لك، افسر موقف وهكذا. ماشي يا باشا، دي كانت بدايه بس كده صغنطه. طب الحته ديت ممكن تسالني فيها؟ والله توقع اي حاجه. بص، ما تستناش تقول لك لا دي سهله دي صعبه. بص يا عم تيمور، بص يا خالتي شافوها، توقعوا اي حاجه ممكن يسالك فيها. انا عملت لك زي الكتاب بتاعك، كل معلومه عليها كام سؤال كده صغنطه نفهم منه. ماشي يا حبيبي؟ يعني بص كده، تعالى معايا كده، تعالى. يقول الباتشينو: مرض التفكير ليس له علاج، حتى لو استطعت أن تنام ستحلم بما تفكر فيه، حتى وانت نايم هتحلم. ما هو عملية مستمرة معايا، عملية مش منتهية معايا. طب معنى كده ايه؟ ان التفكير بتاعنا مكتسب وان لا ده تلقائي؟ ما ينفعش. طب تفكيرنا فطري؟ ينفع والله. ما هو ده معناه ان انا افضل على طول بحلم، على طول وانا بحلم حتى بفكر؟ ده حاجه تلقائيه مستمره تنفع. بس استنى، ما تختارش اجابه الا لما تقرا الاربع اختيارات، الله يبارك لك. يعني مثلا اشوف اللي بعد منه، مادي؟ لا، التفكير مش مادي، التفكير ده حاجه معنويه، خد بالك دي معلومه برضه مهمه. طب مؤقت؟ لا مش مؤقت، التفكير بتاعنا مستمر. اذا تفكيرنا ولا هو مكتسب ولا هو مادي ولا هو مؤقت، تفكيرنا فطري. عشان كده اخترت رقم ب. طب تعالى التاني، قال لك نشاط عقلي يومي يمارسه الناس بقصد او بدون قصد بهدف ضبط امور الحياه وتقصي حقائقها. طبعا اللي بيقول لك نشاط عقلي يومي، انا بتكلم هنا على ايه يا باشا؟ بتكلم على التفكير، فاداك معلومه عن التفكير. طب تعالى نشوف التفكير بقى. يحدث في المخ مجموعه من العمليات البيولوجيه. يعني ايه بيولوجيه؟ العمليات الحيويه زي الهضم والاكل وبتاع، طبعا مستحيل. يمارس فيه المخ مجموعه من الانشطه المرئيه، لا قلنا ده غير مرئي، يعني معنوي، ما ينفعش. يمارس فيه المخ مجموعه من الانشطه المرئيه غير المرئيه، تنفع والله. بس استنى، زي ما قلت لك، يرفض
المخ استقبال المواقف والمثيرات، ده قايم اساسا على استقبال المثيرات من العالم الخارجي. يعني ولا نفعتني الف ولا ب ولا د. نفهمها زي ما قلنا من شويه. رقم ج بيمارس في انشطه ما لا يا معلم غير مرئيه. شو اللي شرح لك من شويه فوق، اللي هو الانتباه والادراك والذاكره والاستدلال وهكذا. حلو. تعالى اللي بعد منه. يقول جنديو ان التفكير لا ينشا الا اذا وجدت مشكله. وهنا ريحك الراجل كتر خيره. يعني الراجل حط لك خط على مفتاح السؤال، قال لك قول لي بقى يا معلم المشكله ديت بنعتبرها ايه بقى؟ لسه والله قلنا من شويه يا معلم، المشكله ديت هي الحواس. ده الحواس اللي بتستقبل المشكله. هي التنظيم؟ اكيد لا. طب هي العقل؟ ده اللي يا معلم المشكله لسه هتخش العقل، انما المشكله هي دي المثير، الحاجه اللي بتثير تفكيري. عشان كده ما ينفعش اختار الا كلمه مثير. المشكله هي المثير اللي بيثير تفكير الانسان زي ما قلت لك من شويه. بص يا معلمين، انتوا اول حاجه لازم تعملوها تكونوا حافظين العناوين. الله يبارك لكم. العناوين، بص انا بكلمكم زي ما كنت بكلمكم بالظبط. الحالات اللي بتثير تفكير البني ادمين اللي انا اداك 4 حالات، لازم تكون حافظ عناوينهم كعناوين في الاول، عشان لما اسالك في المقال تعرف تجاوب حبيبي. ما المقال مطلوب منك عنوان بمثال عليه. بص يا باشا، احنا عندنا زي ما قلت لك قبل كده 4 حالات للتفكير. انا عندي تنظيم الخبرات، كده على كل حاجه بس فيها كلمتين. تذكر الماضي، تخطيط للمستقبل، حل مشكلات. اكون عارف ال4 عناوين كبدايه قبل ما نتكلم بقى على كل عنوان لوحده. كل عنوان اجيب لك عليه كام كلمه كده تفكرك. احنا عندنا زي ما انت شايف كده معايا يا باشا 4 حالات. كانت اول حاله عندنا اللي هي تنظيم الخبرات. طب اعرفها ازاي يا مستر؟ يعني يا عم الحاج ليها برضه مفاتيح صغيره قوي قوي. قال لك مثلا ترتيب الافكار بتاع سيادتك، بتنسق المعلومات بتاع حضرتك. ما هو تنظيم هي الترتيب، هو التنسيق. انت بتنظم وقت سيادتك، عامل وقت للمذاكره، وقت للنوم، وقت للعب. انت بتنسق الكلام بتاع سيادتك، ما بتقولش كلام كده في العبيط. انت كلامك مرتب، انت كلامك منظم. يعني خد عندك مثلا صحفي، قال لي سيادتك الصحفي اللي بيكتب له مقال، ما لازم يرتبها العناصر الاساسيه الفرعيه شكلها عامل ازاي. فده مثال للترتيب عندك لتنظيم الخبرات بتاعت سيادتك. انت كطالب واعمل عامه امثله عن نفسك اسهل لك. اقعد كده مع نفسك وتدون. عارف يعني ايه كلمه تدون؟ ايوه تكتب القواعد كده، اللغه المهمه، النقاط المهمه اللي في اي ماده علميه تكتبها بترتيب، تكتبها بتنسيق. عندي موقف تاني، اما تذكر الماضي الاليم اللي سيادتك قاعد مريت عليه، ذكرياتك. هنا بقى لازم يجي لك حاجه حصلت في الماضي، ما ينفعش تكون حصلت دلوقتي، تكون حصلت في الماضي. انا بتكلم في احداث سابقه، انا بتكلم تستدعي اي خبره من الخبرات السابقه. حد علمك حاجه، انا فاكر والله الشهر اللي فات انا سمعت الواد قال لي كذا 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 كذا. فانت بتستدعي خبرات، ذكريات الطفوله. عزلت من منطقتك وبعد 2 3 4 سنه 2 3 قابلت صاحبك اللي كان من 5 سنين، ايه قول لي يلا فكرني يلا بيك، انا شفت امك فين، شفت الخلقه دي فين، وكده فكر. او تكون معلومات درستها قبل كده، انت طالب في ثانوي خدت معلومه من اعدادي، معلومه من ابتدائي، وتيجي تنتهي مثلا بتفتكرها. يبقى سؤالك في حاجات من الماضي، خبرات سابقه. وجبت لك برضه عليها مثالين. انت طالب مثلا في الثانويه العامه يا معلم، وافتكرت اي قاعده من القواعد اللي خدتها في الاعداديه، وليكن مثلا نظريه تطابق المثلثات اللي اتعملت في الهندسه. والله ما حد فيكم عارفها يعرف. فدي حاجه خدتها في اعداديه، انا خدت زياده في اعداديه تطبقها في ثانوي. او يقعد ابوك معاك في الاجازه بقى بتاعته، يقعد بقى ايه يحكي معاك، وانا صغير يا ولاد كنت بعمل كده وكده وكده، ويهجس معاك الراجل، ولا بلاش يهجس، ويحكي لك حكايات. وادي المفتاح الصغيره بتاعتها. انا هفكرك بس زي ما اتفقنا كده بابا على السريع. يبقى ادي 2. عندي ال2 التانيين، التخطيط للمستقبل، فرق ما بين حاجات حصلت في الماضي ولسه هنتكلم في احداث قادمه لسه ما حصلتش، سوف تحدث. فهنا بنتكلم عن حاجات قادمه، حاجات لسه هتحصل، ما حصلتش لسه هتحصل. فرق بين حاجات بتحصل دلوقتي، فانا انظم افكاري، حصلت قبل كده
في الماضي، لسه هتحصل في المستقبل، ومفتاحها برضه معروفة، سوف يحدث كذا سيؤدي إلى لسه في المستقبل. بكلم أحداث مقبلة. سيادتك بتأهل نفسك عشان تلتحق بكلية معينة، فبتاخد كورس المادة معينة لسه عشان الكلية بتاعت السنة الجاية، بتحضر نفسك لشركة معينة، بتأمن مستقبلك. الدولة حطت خطة بس لسه عشان تحل مشكلة، بس لسه نتيجتها تصل في المستقبل، عشان تفرق بس هنا تظهر لسه في المستقبل. يعني مثلا ابوك عايز يعمل لك مستقبلك، راجل معاه قرشين كده حلوين ولا حاجه، راجل حط لك يا معلم ايه مبلغ كده صغير كده حلو كده تبقى في حياتك في المستقبل، عامل لك شهاده استثمار، عامل لك وديعه بيأمن مستقبلك. مثلا انت بتفكر انك تسافر بره والخارج، فتقدمت عشان تحصل على منحه للسفر عشان لسه هتلتحق بالشغل، انت لسه في مصر لسه هتلتحق، حصل فين يا معلم؟ حصل في المستقبل. فالاحداث القادمه المستقبليه سميناها تخطيط للمستقبل، الاحداث المقبله ايه. 4، حل المشكلات. وهنا مش هتبقى المشكله ليك انت، ممكن تبقى ليك، ممكن تبقى كمان للاخرين. خد بالك من دي قوي. انت بتواجه ازمه مثلا معينه، موقف جامد اتحطيت فيه، ازمه فزوره حد حلها لك، تتغلب على اي صعوبات حوالين منك، تحل مشكلات الاخرين. فحل المشكلات مش ليكوا بس، انت وغيرك، وتبقى المشكله يا معلم بتحل دلوقتي. يعني مثلا بص المثال دوت، قامت الحكومه بانشاء العديد من المدن الجديده وذلك للتقليل من التكدس السكاني. كانت في مشكله تكدس سكاني، هي عملت مثلا عشان خاطر تبنيها. طب يفرق يا عم شريف، استنى، لو جاب لي سؤال زي كده اخر في الامتحان وجي بعد كده قال لك وذلك مثلا بحلول 2035، اقول لك لا، ساعتها مش حل المشكلات، اداك تاريخ في المستقبل، ساعتها يا معلم هتجري على طول على التخطيط للمستقبل. اذا مش اي مشكله يجيبها لك هتقول لي عليها حل، عملنا حل مشكلات. المشكله بتتحل دلوقتي خلاص. الدوله مصادر الطاقه النظيفه، الهواء، الرياح، ما دي الطاقه النظيفه يا عم، الشمس لا نسمع عنها عشان تواجه التلوث، حصلت دلوقتي، ادي حل مشكله. انا جبت لك كام سؤال عندك هنا، وبرضه السؤال برضه مفتاح اجابه. تعرض التاجر لخسائر ماليه ولكي يواجه هذا الموقف، تاجر عنده يا معلم خسائر، عمال يخسر، وعشان تاجر الموقف ده عمل كثير من الدعايه والخصومات على السلع لكي يبيعها لكي يزيد من ارباحه. الراجل الطيب المحترم دوت عنده مشكله وعايز يواجهها، وضع خطه مستقبليه، ما اديش في سؤال حاجه اي اشاره ليها. استرجاع لخبرات الماضي، ليه علاقه؟ ما قالنيش حاجه من الماضي، جدع يا تيمور. طب تنسيق التفكير يا شفيقه؟ ما فيهوش ترتيب، ما فيهوش تنسيق تفكير. ماشي يا شفيقه، انا جاوب مكانك يا شفيقه. تيمور بيجاوب عني في خدي بالك، انا عندي ازمه وهحلها، يعني عندي جدع يعني عندي مشكله وهحلها. عشان كده ساعتها اخترت ايه يا معلم؟ مواجهه الازمات. تعال سؤالنا الثاني، يقول إميرسون مقياس الانسان الناجح هو تقديره لقيمه الوقت. حط خط جدع. اقدر الوقت ازاي يا عم شريف؟ ما تضيعوش هدر، ما ارمعوش انتخ. لما انا بقدر قيمه الوقت يعني لازم يكون في عمليه تنظيم للوقت نفسه. تنظيم الوقت يعني حل مشكلات؟ لا. يعني تخطيط للمستقبل؟ لا. تذكر ماضي؟ لا. انظم الوقت بتاعتي. انا عملت هنا يا بابا ايه؟ تنظيم للخبرات. تعالى لسؤالنا الثالث، جبت لك انا قبل كده على فكره في اسئله من كده جبت لك انا في امتحانات، واسئله من كتاب المدارس بتاعت السنه دي. ماشي يا باشا، عشان برضه عارف جايبين لك منين. تولي الدول اهتمام كبير بالاطفال. السؤال ده لما جبناه للطلبه، وتعمل على تنميه وتطوير تعليمهم بشكل مستمر، فهو وقود البناء لاي امه. للاسف معظم الطلبه ساعتها اختاروا حل المشكلات على ان الاطفال عندهم مشكله. السؤال مالكش كده. لما اهتم بالاطفال عشان اطفال اليوم هم دول رجال الغد، ايوه رجال بكره اللي لسه هبني عليهم الامه. يعني تنظيم تفكير ما جابش، تذكر ماضي ما قاليش، تخطيط للمستقبل تنفع،
حل مشكلات، ما ذكرش اي مشكله عندنا. كلام يا رجال على الاطفال، عشان اطفال اليوم هم رجال الغد. سؤالنا 4. يقول كونفوشيوس، ده واحد جماعي ده اسمه معلش هو مكتوب اسمه غلط، كونفوشيوس: ليست العظمه في الا تسقط ابدا، لكن العظمه ان تنهض كلما سقط. قلت لك نقرا سؤالنا كويس، نقرا مره واثنين عشان نفهمه كويس. والمقوله تشير الى احد ممارسات نشرح له ذاك الاربع حاجات. ارجع تاني حلل الجمله: ليست العظمه في الا تسقط. والمنام بيسقط امتى؟ اما يكون عنده جدع، عنده مشكله، عنده ازمه، وقع في ورطه، ومن هنا بيسقط. وساعات قال لك لا، العظمه مش في كده، العظمه اللي انت كل ما تقع تتحط في مشكله تقدر تحلها. السؤال الحالي لنفسه هو تنهض لما تقع اما تحل مشكلتك. ما اتكلمتش على المستقبل، ما اتكلمتش على الماضي، ما اتكلمتش على تنظيم للخبرات والتفكير. احنا اتكلمنا ساعتها على ايه يا باشا؟ على حل المشكلات. طب 5. الشخص الذي يستطيع السيطرة على الخطر هو الذي لديه القدرة على التعلم من أخطائه السابقة. اربط يقدر يتعلم من أخطائه السابقة. إذا اتكلمنا على حاجة فين؟ جدعان، ما عشان سهلة. حاجة فين؟ يا أخويا بص لي، حاجة فين؟ حاجة في الماضي. عشان كده يا باشا تنظيم تفكير ما ينفعنيش، تذكر الماضي هو اللي ينفع معايا، تخطيط للمستقبل مفيش، حل مشكلات مفيش. 6. أثناء سيرك في الشارع رايح كده مدرستك لبيك وعلى عليك يا معلم، لقيت شخص مغمى عليه، واحد أغمى عليه فبادرت بمساعدته وإيفاقته. الشخص المغمى عليه دوت شخص وقع في مشكلة، أيوان، وسيادتك تبرعت ومشكور أنت تساعد الشخص ده في مشكلته. وبالتالي مفيش تذكر للماضي، مفيش تنظيم للتفكير، مفيش تخطيط للمستقبل. الشخص المغمى عليه كان واقع في مشكلة وسيادتك ساعدته في حل المشكلة ديت. مننا كانت بقى ايه يا معلم؟ حل المشكلة. تعالى في 7 المكتب من راسك برضه: النجار عند تصنيعه للأثاث الخشبي لا يقوم بنشر القطع الخشبية وتركيبها بطريقة عشوائية. خد بالك، إنما يعمل وفقا لتصميم معين يريد تنفيذه. الراجل مش عشوائي، والعشوائية عكس ايه يا معلم؟ العشوائية عكس النظام. جدع، دور بقى ايه يا معلم؟ على النظام وعلى التنظيم. واجهت مشكلات؟ مفيش مشكلة. استرجاع خبرات؟ ما اتكلمش عن الماضي. تخطيط المستقبل؟ ما اتكلمناش على اي حاجة بتحصل في المستقبل. انما احنا هنا عملنا النظام لما نسقنا التفكير بتاعنا. قال لك قام احد المهندسين بتجهيز عدة أفكار وتصميمات كثيرة لاستغلال المساحات واستخدامها في إعداد تصميم للمنزل. مهندس عمل تصميم، واللي بيعمل تصميم ما ينفعش يعمله بصورة عشوائية. اللي بيعمل تصميم بيعمله بصورة مرتبة، بيعمله بصورة منظمة. فلما يجيب لك مهندس استغل مساحة معينة، عمل تصميم معين، زي قلت من شوية زي الصحفي اللي قلنا عليه من شوية، اللي صمم المقالة بتاعته. فالمهندس نفس الكلام يا معلم، بينظم تفكيره برضه. وده سؤال برضه ناخد بالنا منه عشان في موضوع تنسيق التفكير دوت. ولا قال لك مشكلة وحلها، ولا تذكر للماضي، ولا خطط للمستقبل. كل اللي عمله هو ايه يا معلم؟ نظم التفكير بتاعه. تعالى 9. قامت الهيئة العامة للمواصلات بوضع آليات لإنشاء عدد من الطرق والكباري العامة. لو سؤالنا لحد هنا بس ده معناه ان كان في مشكلة والدولة بتواجهها، جريت ساعتها على حل المشكلات زي الصاروخ. بس استنى، اقرا كمان، لسه دخل الموضوع ده من شوية. قال لك وحلول عام 2030. ايوان، حاجة لسه هتحصل في المستقبل. في مشكلة عندي وبواجهها، بس حلها مش دلوقتي، حلها لسه 2030. وبالتالي ولا تنظيم ولا تذكر ولا حل مشكلات. قلت لك مشكلة تبقى موجودة دلوقتي، ابتديت فيها من 2-3 وبتحلها دلوقتي، انت ماشي في حلها. لكن عشان تقولي لسه بحلول 2030،
سيادتك رحت ايه يا معلم؟ للتخطيط للمستقبل. 10 من الأقوال المأثورة: الأماكن القديمة بما فيها من أحداث هي قصص للإنسان. الأماكن القديمة مفتاحنا اهو. هات لي بقى أي سؤال أنا دلوقتي بجاوبه لك من غير ما كله مفتاح، مش هينفع. الأماكن القديمة اللي حصلت فين يا عم شريف؟ جدع. الأماكن القديمة اللي حصلت زمان. زمان زمان يعني فين؟ يعني في الماضي. تنظيم تفكير ما ينفعنيش. إذاع الماضي تمام عشان اتاكد مفيش مشكله، قال لك حلها. مفيش اي حاجه حصلت في المستقبل. اخر سؤال عندنا في الجزئيه دي: الخطه العشريه. ايه الخطه العشريه دي يا عم شريف؟ دي خطه بتعملها الدوله بتطبق على مدار 10 سنين. بص، خطه اكيد ما اتعملتش بصوره عشوائيه، دي بصوره منظمه. عشريه هتطبق، يقول لك حتى احد الخطط التنمويه طويله الاجل يتم اعدادها في المجالات المختلفه لتحقيق بعض الاهداف خلال 10 سنوات، ولسه سوف تساهم في النمو. جبنا سيره الماضي وفي حل المشكلات ملهاش اي علاقه بالماضي. هنا تذكر ماضي، في تخطيط للمستقبل بس مفيش تذكر ماضي. في تنظيم تفكير، خطه بس مفيش حل مشكلات عند سيادتك اتقالت. الخطه المنظمه ادي تنظيم، سوف تساهم ادي يا باشا تخطيط للمستقبل. بقت اجابتك رقم د، تنظيم التفكير والتخطيط للمستقبل. ماشي يا باشا؟ دي بقى كده ايه مراجعه سريعه كده وكبسوله كده صغيره على الجزئيه الاولى في المنهج بتاع سيادتك، اللي هو يعني ايه تفكير ويعني ايه اهم المواقف اللي فيها تفكير. ماشي يا حبيبي؟ اقرا كويس عشان ربنا يكرمك ويبارك لك، واستنى مني الفيديو التاني. السلام عليكم.